والله يا حبيب قلب اخوك، انا ما استوقفنيش غير حاجه واحده امبارح. هتقول لي ايه هي يا عم علوه؟ هقول لك ان انا اللعيبه دي بتاعت النادي الاهلي مع منتخب مصر بتلعب بالشكل ده، يبقى ما فيش غير حاجه واحده. انتوا رايحين تبينوا للسعوديه ان احنا يا جماعه والله احنا محتاجين عقود سعوديه، احنا لعيبه تمام قوي، هي المشكله في النادي الاهلي ومشكله في اداره النادي الاهلي. ده اللي استوقفني امبارح في مباراة المنتخب بالنسبة للعيبة النادي الأهلي، ولا أكتر ولا أقل. هتقول لي يا عم أنت متحامل قوي على اللعيبة، أقول لك لا مش متحامل. لما أنا أشوف لعيبتي بتلعب مع منتخب مصر بالشكل الحلو ده، بالشكل الجميل ده، يبقى في خلل يا باشا. هنا أنت عندك في اللعيبة، أنت اللعيب أنت ما بتأديش بربع جنيه مع النادي. أنت كلعيب في النادي الأهلي بتأدي بالشكل العام ده جوه المنتخب. انت لعيب النادي الاهلي وبتأدي بالاداء ده جوه منتخب مصر بالشكل ده، يبقى انت المشكله فيك، انت مش عايز تدي النادي الاهلي حقه. انا مش هعلق في اي حاجه في مباراه امبارح دي. الشكل العام للمنتخب كويس وحلو زي الفل وجميل للمنتخب. انا بكلم النهارده على النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه ما يستاهلش من اللعيبه دي ان هي تبقى بالشكل العام كده مع المنتخب ومع الاهلي تبقى كده. لعيبه خرجت من نص نهائي افريقيا. احنا كمشجعين، احنا مثلا كمحبين للنادي الاهلي، انا بكلمك كمحبين للنادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي فوق اي شيء، فوق اي شيء، فوق اي لاعب وفوق اي اداره، فوق محمود الخطيب، فوق اي حد. النهارده لما اكلمك في لعيبه ما بتديش بربع جنيه النادي الاهلي، تستغرب وتقف كده يا باشا انت كمشجع للنادي الاهلي. ازاي اللعيبه دي بتلعب مع المنتخب بالشكل ده؟ انتوا بتدوروا على عقود في السعوديه؟ ما هو ملهاش مبرر غير كده. كل لاعب جاي وانا هموت نفسي وهقتل نفسي عشان بتدور على عقد في السعوديه. امو وزيزو كله بيدور على عقود في السعوديه، ومش بعيد محمد هاني، ومش بعيد ومش بعيد. ما تستبعدش اي حاجه الفتره دي في اللي انت بتشوفه من لعيبه النادي الاهلي. هنشوف الماتش الجاي سموحه، هنشوفوا بقى اللعيبه بتاعتنا هتعمل ايه. عندنا خلل في لعيبه النادي الاهلي واختيارات اللعيبه اللي هتخش جوه النادي الاهلي. للاسف هو ده اللي احنا فيه النهارده. لما بتشوف اهداف تريزيجيه وزيزو بيعمل تشيب، وتشوف محمد هاني بيرفع، وتشوف كل الشو ده واللي احنا شفناه، في امور غريبه بتحصل في النادي الاهلي. في امور غريبه بتحصل جوه لعيبه النادي الاهلي. فيا صديقي، هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. وانا بقول لك وخد مني الكلمه، اللعيبه دي ما بتدورش غير على حالها ونفسها. مفيش لعيب جوه النادي الاهلي الا لما رحم ربي بيدور على مصلحه النادي الاهلي. احنا كمحبين للنادي الاهلي وكمشجعين للنادي الاهلي وككيان النادي الاهلي، احنا حابين النادي الاهلي ما يبقاش بالصوره العامه دي وما يبقاش الشكل ده. النادي الاهلي بيخرج بشكل مهين من افريقيا، بيخرج بشكل يعني سيء للغايه، زي ما تقول مهين، شكل وحش، شكل زي الزفت. بيخرج النادي الاهلي بنفس اللعيبه اللي بتلعب مع المنتخب دي، بنفس اللعيبه. فالمشكله فين؟ الفتره الجايه هنشوف، ونتمنى اللعيبه دي تفوق وترجع لصوابها تاني.